كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الجبلة التي جبل الله تبارك وتعالى عليها النساء من الغيرة، فكان جالسا صلوات الله وسلامه عليه عند إحدى زوجاته في يومها، فأرسلت إليه زوجة أخرى صحفة فيها طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه. فلما جاء الغلام بهذه الصحفة التي فيها الطعام غارت تلك التي ليلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت الصحفة فسقط الطعام وانكسرت الصحفة. موقف عظيم حينما ينظر فيه الناس بعقول هذا الزمان، لكن ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم غارت أمكم، فأمر بصحفة وأعطاها لذلك العبد الذي جاء بالطعام، وقال: صحفة مكان صحفة، ثم جمع الطعام ووضعه في صحفة أخرى. هذا فيه دروس عظيمة: مراعاة لمشاعر هذه الزوجة التي غارت حينما أتي بالطعام، فيها حفظ لحق تلك الزوجة الأخرى بالصحفة التي كسرت، فأعطاها صحفة مكانها حفظا لحقها ومراعاة لشعورها. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نعرف كيف نتعامل مع زوجاتنا في حال الغضب وفي حال الرضا، وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونستقي من سيرته طريقة التعامل المثلى التي تنجي البيوت بإذن الله تبارك وتعالى من كثير من الخلافات التي ربما تنتهي بالفراق.